الأساتذة والباحثون والطلبة الكرام، يشرفني أن أرحب بكم في هذه الجلسة العلمية وفي هذه القاعة العلمية لموضوع مهم جدا. موضوعنا اليوم الفكر الإسلامي وتجلياته العقدية والفقهية والصوفية. هذا الموضوع موضوع مهم جدا للغاية. في البداية لابد أن نشير إلى أن الفكرة الإسلامية نشأ مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هذا. بخلاصة يمكننا تعريفه بأنه محاولة اجتهادية بشرية بالطبيعة لفهم الدين، لأن الإسلام يمثله الله والرسول. أما المسلمون من أبي بكر إلى شخصيتي أنا نحاول لفهم الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما ما: المجتهد إذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأول، لكن بعد وفاته مع أننا كنا نجد الاجتهاد في زمنه، لكن بعد وفاته ماذا بقي لنا؟ أن نجتهد في فهم الدين، في فهم الدين. ولذلك بدأت المدارس من لحظة وفاته إلى يومنا هذا. هناك مسلمون تخصصوا في الأحكام الاعتقادية، وهذه الأحكام الاعتقادية أو هذه المحاولات لفهم الأحكام الاعتقادية أدت إلى النشوء أو إلى نشأة المدارس العقدية، معنى ذلك الفكر العقدي. أما الآخرون الذين بذلوا جهدا في فهم الأحكام العملية، من هنا تحصلنا على ما نسمى اليوم بالمدارس الفقهية. كما نعرف جيدا أن الجانب السلوكي مهم جدا في الدين الإسلامي، والذين تخصصوا في هذا الجانب وجدوا ما يسمى اليوم بالمدارس الصوفية أو المدارس السلوكية. واضح؟ ولذلك موضوعنا اليوم أو المحاضرة تتوزع على مجموعة من المداخلات العلمية. بعد ذلك لابد من وجود نقاش مفتوح بيننا لإغناء الموضوع. معنى ذلك نتفاعل فيما بيننا، لأن الباحث يقدم ما لديه من آراء، لكن السامع اللي كان يحضر معه منذ البداية حتى النهاية ربما يجد ما يضيف. وهذا الشكل التفاعلي ما هو إلا لأجل إطراء الموضوع. كما يقول القرضاوي: حتى وإن اختلفنا فالاختلاف ليس من باب التنازع، بل إنما لاختلاف أو للتنوع، وكذلك للاجتهاد. كل منا يحاول أن يفهم الدين. إذن المداخلة الأولى تحت عنوان جغرافية العالم الإسلامي، واللي يقوم بهذه المداخلة الطالب داوود سيسي، هو الآن في السنة الثانية قسم العلوم الدينية. يعني هذه المحاضرة الذين يقومون بالمداخلة جميعهم من العلوم الدينية. واضح؟ المهم نشير إلى هذه النقطة في البداية. إذن لا نريد أن نطيل الكلمة، نتركه وهو يقدم لنا ما لديه في حدود 8 دقائق. نعم إن شاء الله.
شكرا لكم على حسن الانتباه، وكذلك سوف تكون هذه المحاضرة قيمة جدا بالنسبة إلينا وكذلك بالنسبة إلى مستقبلنا العلمي. شكرا، تفضل. أن الإسلام أن الشمس أن آه، أن الإسلام ظهر في قرن 600 الميلادي على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله القرشي. وبعد ذلك بلغ نوره ينلاح شيئا فشيئا، إذ بلغ دعوته السر في قرية مكة 3 سنوات، ثم أعلن بدعوته أمام الناس، فلاقى من سالف قريش أنواع الأذى هو وصحبه، فمكث فيه صادرا 13 سنة إلى أن أذن له بفكرة ربه إلى يسلم المدينة. وهناك ملابس ثانية نشر شيئا فشيئا وبقوة أيضا. وقد بلغت قبائل العرب تأتي مستسلمة المؤمنة برسوله إلى أن أصبح له دورة تغزو لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى دينه، فأسقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر كل الضبون والفرس على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل ضربه بالانتشار حتى شمل بعد قبل من ظهوره عند مناطق من الطائرة الباسكية والطائرة الكفريتية والأورومية. ونحو في هذا البحث محررات تعبت على دراسة عدد الإسلامي على الروم 14 قرن ونصف للظهور. كانوا يتركوك أولا على وجود العالم الإسلامي. ثانيا المسلمون بين النقدية والأحمدية والدول الغالبة الغربية في الفارة الجبريلية والناسبية والآسيوية وأوروبا والقارة الأوروبية. دول لا لغة قليلة مسلمة كالقارات قطر، آسيا وأوروبا والمنطقة وإفريقيا. كان لكم أمريكيات المسلمة كدور العالم. رابعا أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. خامسا العالم الإسلامي والانجماع النظر. أخيرا الخاتمة. فنقول أولا مفهوم العالم الإسلامي يفصل بالعالم الإسلامي كالبلاد قبل الدول التي تشكل سكانها المسلمون نسبة كثيرة على 50 نسبة كبيرة من النوع السكاني العام للدولة. إذا فالمعيار العددي هو أهم المعايير وأفضلها. وهناك عالم خاص مثل معيار الدستور. فمتى ورد في دستور الدولة بأن الإسلام هو الهيرو الرسمي أو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تلك الدولة الإسلامية. وهناك معايير أخرى، لكن نعتبر الداعي والأستاذ أحمد معقول العسري دول أخرى تقف عن المسلمين فيها 50 نسبة ألبية. اعتبر الدولة الإسلامية لكونها عبارة في مجتمع الدول الإسلامية مثل أوغندا وكاميرون وغانا. مساحة وحول العالم الإسلامي تزيد مساحة العالم الإسلامي على 31 كيلو مربع، وبشكل 30% من النسبة اليابسة بكلها. ثانيا المسلمون بين قدر التقوى والعقلية. يتجاوز عدد المسلمين بريال نسمة. تعيش النسبة الأكبر في العالم الإسلامي والبقية أقليات تسلم في الدول الكافرة، وأغلب الأقليات تسلم في قارة آسيا الهند والصين. الدول لا تعبدية مسلمة، ونبدأ هذه الرحلة بالقارة الآسيوية
أولا المنطقة العربية الصعيدية وتؤثر المسلمون فيها الأغلبية الساحقة. ثانيا الجمهورية العادية الكندية يقيم مقامها الإسلام حوالي 99%. سلطة قومة ويشكل المسلمون فيها الأغلبية الساحقة حوالي 95%. الإمارات العربية المتحدة ويمثل المسلمون فيها الأعظم فيها. دولة قطر تقع في شرق الجزيرة العربية ويمثل المسلمون فيها الأغلبية الساحقة بنسبة كحوالي 5%. دولة البحرين ويسجل المسلمون فيها بنسبة 73%. دولة الكويت ويشكل المسلمون فيها الأغلبية الساحقة أيضا. العراق وتقع في جنوب ذات آسيا ويمثل المسلمون في العراق الأغلبية الساحقة نحو 99%. المملكة الأردنية وتقع في تشكيل الأرض من قارة آسيا بين العراق وفلسطين ويدين محتواها بالإسلام. فلسطين وتضعها الساحل الشرقي في البحر المتوسط في غرب آسيا ويدين معظمها بالدين الإسلامي. اتحاد ماليزيا منطقة اتحادية وتقع في جنوب شرق آسيا تبلغ نسبة المسلمين فيها نحو 65%. بروناي دار السلام جمهورية مصرية تقع شمال جزيرة بروناي نسبة المسلمين نحو 81%. إندونيسيا تتكون من أكثر والحديد في العالم. تقع بين المسلمين الهندي والهادي كما وكت للمصري التركي الشمالي والجنوبي والذين كلها الدين الإسلامي بنسبة تقارب 66%. الأغلبية المسلمة في دولة في القارة الإفريقية. أولا مصر ويشكل المسلمون فيها أغلبية ساحقة بنسبة 94% من تعداد السكان. السودان وهي دولة في شمال شرق أفريقيا ويمثل المسلمون فيها أغلبية بنسبة تبلغ 97% من سكان البلاد. ليبيا وهي دولة على ساحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا على حدود من البحر المتوسط شمالا ويمثل أكثرها بالدين الإسلامي. تونس وتقع شرق بلاد المغرب على ساحل المتوسط والإسلام هو دينها المختص وغيرها من الدول التي المعروفة. الدول ذات أغلبية مسلمة في أوروبا. الغالية وتقع في جنوب شرق أوروبا في شبه جزيرة بلقان ويصل المسلمون 80% سكان البلد. جزوف وهي الأراضي محاطة بها جزئية لا تقع في قلب البلدان وتزيد المسلمون فيها عن نسبة تقارب 95%. والهرسك وتقع في جنوب شرق أوروبا وتصل المسلمون فيها 51% من سكانها. دول ذات أقلية مسلمة مفهوم أقلية مسلمة. الخارجية وفي النتيجة نرجو أن يكون الفارس نقول بأن العالم الإسلامي يشكل لوحة واسعة وكرية إذ لو عد كقارة لكان الثاني أكبر قارة بعد آسيا وبالرغم من شجاعة الأراضي وتباعدها جغرافيا ودعا تنوعات مختلفة واللغة قليلة باينة سوف تبقى بوالد الدينية والثقافية الجميلة والحضارية
العليقة تمثل كملة وصل بين عدلها وضبط المسافات بينهم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين حمدا الذي ضم السحاب والجراح وحب الرياح وورها وأعاد البكال وضرها وأمان الأرض وأحياها وحلقت نفس صوتها أحمده على التعدد العاني على نعمة القرآن والإسلام. جعل القرآن الكريم ريا لعرس العلماء ومحلا لطرق السلكاء ودوام ليس بعده الضار. ثم نصلي ونسلم على سراج الأمة الوارث ونبي الله معلم مسكانه الذي علم القرآن الأمة وصنع لها سنة وأخرجنا إلى قمة المبعوث رحمة للعالمين الذي هرم ربنا القرآن ترتيلا صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد نحييكم جميعا التحية الإسلامية الثابتة الحالية اللازمة التي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي على كل من حضر معنا بهذه الميكونة. الرب يجعل علينا في محبتكم ودار مسبقة الأرواح قبلنا فلاحظوا علينا التواجد اتجاه وصلتم من أصحاب التبع وكحلا وسكلا وأحلا وسكلا لهذه حسنا لكم منا عملهم ناكفة ودوسوا عليها تدوسوا على الأبواب ونرفق فيكم من هذه البيت العامرة وجلسة العلية النيرة ونقدمها سكر وحال تقويم تابع بتزاكسة الذي لو غير هذه الليلة الليلة وصلى كريم يسر لكم جميعا الله والمسابق ويبديكم ظهر الإسلام والمسلمين وكذلك لخص سكر الإقصاص عقد وجميع الطلبة الذين خلوا هذه الجلسة العلمية المباركة. وما كان يكون العلوم الدينية أي علوم الدينية وعلماء وجالتها. سنذكر مبسطا في المقدمة. يمكن قول أن العلوم الدينية تشمل مجموعة مباشرة من المجالات التي تحتوي إلى فهم دين الإسلام. حيث أن العلماء الإسلام أزلموا بحولا جبارة على تكوين العلوم الدينية وقسموها إلى مجالات شتى. أولا من مجال العلوم الدينية. إذا قلنا مجال العلوم الدينية نذكر عدة مجالات رئيسية منها العلوم التي تتعلق بالقرآن. العلوم القرآن تبحث هذه العلوم عن القرآن الكريم من حيثيات أولا حيثيات نظرية أي عن التنظيم ومصطلح وهو مصطلح الشيعين يفصل به مجموع العلوم والمعارف المتعلقة بالقرآن الكريم ويكتب فاصل العام بذلك ما يحكي بالآيات والصور لفهم معانيها. ثانيا بالحيثيات تقييمه. علم القراءات عرض الإمام ابن الجزري بأنه علم بكيفية آلات كلمات القرآن واحتواء بعصر الآخرة. ثالثا من الحيثيات من حيث التمرين. رسم القرآن أنه عملية الجمع وتذكير الآيات وصور القرآن ونقلها فيها صور الآيات صورها السماوي إلى شكل المكتوب وطلبه أن يكون على أسلوب العثماني. كذلك لفاسيات اليوم قيس الجوي وهو يراد به تركيب القرآن هو أحد العلوم القرآنية في الأساسية. هذا صحيح كامل كأجازة جزاك الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك تدريبه في أحكام القرآن وكذلك تدريبه في تفسير القرآن ويعد التفسير في نظم العلوم الإسلامية وأجلها. لماذا؟ لأنه يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وأنه يكتب كذلك بداية لنهاية القرآن كشف عن عز الله عز وجل واستنباط أحكامها وذلك أحكامها. ثانيا العلوم الحديث وعلومه أي العلوم التي يتعلق بالحديث. أولا العلي الحديث هو علم يبحث في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله وصفته خلقه وقدره
قسم إلى حديث الحديث إلى حديث الحديث كرواية كدراية. عنه حديث رواية دم عنه يسكن على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكذلك وروايات موضوعه وتحرير أوهامها. وقل كسب رواية عدو يقبل من احتكت الرواية وصوم بها وأن لا عنك أحكامها وحال الرواية وصومهم وأصناف الروايات وإلى عدوها. وذلك صالح قصة حديث لعله كل خميس كذلك. ويدرس القواعد والمناهج التي تستخدم في نقد الحديث والأسئلة. سأسأل بين العلوم الدينية العقيدة كذلك علم الكلام. علم الكلام والعقيدة وعقيدة الوصول والعقائد الإيمانية والعقلية تجاه فيها الصعب ودعا ذلك إلى الإيمان إيمانا يقينا لا شك فيه ولا قيد. كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم يطاعون. لذلك علم التوحيد هو علم الأصول علم أصول العقيدة الإسلامية يركز على إثبات وجود الله وصفاته ما يقول وما يسأل وما يستحق الله كذلك وما يوسف وما يسمى الرسول عليه السلام. وذلك علم الكلام يدرس أصول العقيدة بأسلوب الجدل والمنطقي يتناول الإيمان بالغيب وربي على المصطلحات. أيضا يقال عن عصر علي النصر في عصر العباسي. ذاك الكتب عن الكتب تستعاد عن الدراسة الخارجية والحديث قريب وعن تعريف عن معاني الخاصة كما قال السابعي عن تعريفه أنه عالم لأحكام الصحية عملية المكتسبة أو الذي قصيرة. ذلك أصول الفقه هو علم يحتوي القواعد والنصوص التي يتوصل بها إلى استقرار الأحكام الشرعية العملية التي قصيرة. أخيرا من هذا الفقه الأصولي إن هؤلاء قوم فقه أصولي فقه قديمة. وقال بعض الصوفيين إن هذا الصوف أسأل في النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال تمام لم يعكس كصوف لم يعكس اسمه كصوف. وتمام لكن إذا إلى علماء الإسلامية العلماء الذين كتبوا في عين الحديث هذا الحديث أبرز علماء القرآن أسسوا قواعد التفسير والإقرارات كذلك والأسباب الوصول والناسب والمشروع والدعاء والفاتهم والمناهج أساسية الأهمية من السيوطي هو توفي تسلمي وعسل ومن معرفة الديالوج والقرآن وكذلك وطويل نزل كسي وكذلك وفصل العقل في قوة كثير من العلماء ومن علماء المفسرين كما الجليل الطبري على أن مراده هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكذلك البوبولي محمد بن أحمد البوبولي وكذلك تكلم بكثير اسمه كانوا اليريع يحكي القرآن وكثير منهم ذلك الصلاة صحيح. وسيعلنا الحديث أذكرهم ولما الحديث كذلك أبي محمد الإمام البخاري وإمام مسلم وإمام أبو داود والنسائي وغيرهم. وذلك علماء الفقه هم كانوا يتركون لذلك صلى الأحكام الشرعية والعملية للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم الصلاة والسلام يفوق على مسك ورمد على ذي الفضل والكرم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سامحوني بداية أن أتقدم بحارس التقدير والشكر لأساتذتنا الأفاضل الحاضرين، وأذكر أيضا الأستاذ الدكتور فاضليان، وأخص بالشكر لمدير هذه الجلسة الأستاذ الدكتور سيدي فال على إدارته لهذه الجلسة. وبعد، فموضوع جلستنا الأولى هو الفكر الإسلامي
وتجلياته العقدية والفقهية والصوفية. ومن ضمن محاور هذه الجلسة موضوع العالم الإسلامي والصراع العقدي. فالعالم الإسلامي كما درسنا من أوسع الكيانات الحضارية التي امتد تأثيرها عبر التاريخ في مجالات الدين والعلم والسياسة والثقافة. وقد شكلت العقيدة الإسلام وحدة المسلمين وهويتهم المشتركة، إذ كانت العقيدة عنصر جمع وتماسك بين الشعوب تحت راية الإسلام. غير أن هذا العالم عرف في مراحله التاريخية صورا متعددة من الصراع العقدي، سواء كان في مجال الدين أو كان الاختلاف نتيجة إلى فرق المذاهب أو الخلافات الحضارية التي نتجت عن الاحتكاك باستعمار أو الفكرية. ومن هنا سيتناول عرضي ثلاثة محاور رئيسية إن سمح لنا الوقت. فالمحور الأولى هي مفهوم الصراع العقدي. قبل الشروع على الأسباب والمظاهر لابد أن نعرفكم معنى الصراع العقدي لغة واصطلاحا. نعرف أولا المصطلحات. فإذا قلنا كلمة الصراع كما ورد في قاموس العرب في لسان العرب لابن منظور، فالصراع مأخوذ من مادة الصرع، والصرع في اللغة هو التف على الأرض، والمصارعة هو المغالبة بين اثنين. وإذا قلنا العقيدة فهو الإحكام والرفق. وقد عرف الإمام الغزالي في اصطلاح العقيدة فيقول: العقيدة هو ما ينقض عليه العبد ويؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه. ثالثا مفهوم الصراع العقدي. إذا قلنا الصراع العقدي فهو النزاع الحائم الذي يكون بين جماعات أو أفراد. بماذا؟ باختلافهم في الاعتقاد أو اختلافهم في عدم فهم النصوص الشرعية. وقد تناول هذا الموضوع كثير من علماء الفرق الإسلامية مثل الإمام الشهرستاني المتوفى 548 هجرية في كتابه الملل والنحل، حيث عرض صورا متعددة من الصراعات العقدية، وقد ذكر فيها نشأة فرق الإسلامية مثل الخوارج والشيعة والمعتزلة، وبين أيضا الأسس العقد الذي قامت عليها كل فرقة. ويعد بأن كتاب الملل والنحل من أهم المصادر في الصراع العقدي للعالم الإسلامي، لأنه تكشف جذور الصراع العقدي وتفسير أسبابه التاريخية والفكرية. ثانيا المحور الثاني أسباب الصراع العقدي. الأسباب كثير، لكن لضيق الوقت نذكر فيه اثنين أو واحد. السبب الأول الجهل بأصول الدين، فضعف التكوين العلمي يؤدي إلى تأويل النصوص بغير علم، وقد يسبب العداوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر لنا ذلك، فكما ورد في صحيح البخاري لإمام محمد ابن إسماعيل البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباعدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا
وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في المسلمين هو الأخوة، وأن النزاع والتباعد منهي بينهما. السبب الثاني التعصب المذهبي. فالتعصب المذهبي أيضا من أسباب الصراع العقدي. نضرب لكم مثالا. قلت أنا في طريقة التيجانية أو أنا في الطريقة المريدية، إذن لا أدرس الكتاب الذي كتبه الشيخ حاجي مالك أو الشيخ أحمد بامبا ولو كان فيه فائدة، لأن هذا الكتاب مؤلفه ليس بطريقتي. هذا التعصب مذموم وحد يسبب الصراع بين المسلمين. فالأمر الثالث مظاهر الصراع والعقد. المظاهر اثنان: مظاهر داخلية ومظاهر خارجية. فمن ضمن مظاهر الداخلية ظهور الفرق الإسلامية، وحد فسر الإمام السهرستاني على أن ظهور الفرق الإسلامي هو أصل الخلاف، لأن أول خلاف بدأ في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مسألة الإمامة. ولذلك قال الإمام السهرستاني: أول خلاف بين المسلمين هو خلاف الإمامة. ثانيا العوامل الخارجية. ومن ضمن العوامل الخارجية الحملة الصليبية. إذا قلنا الحملة الصليبية فإنه استمرت من أواخر القرن الخامس هجري إلى أواخر القرن السابع هجري، وهو أيضا من أخطر الصراعات العقدية الخارجية، لأن الصراعات العقدية لم يكتفي بالصراعات الداخلية، بل تأثرت أيضا في الخارجية. رغم أن الوقت ضيق جدا ويمر كمر السحاب، لا أريد الإطالة فيه. أشكركم وأغفركم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم، وفطر السماوات والأرض بقدرته، ودبر الأمور في الدارين بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق إليه وادق للخاسدين. وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق إليه وادق للخاسدين، والدليل عليه واضح لائح للناظرين. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم وعزم كثيرا إلى يوم الدين. يسرفني أن أكون معكم في هذه الجلسة الشريفة التي أسرف بحضور الأساتذة الكرام الذين بذلوا جهدا كبيرا بحضور في هذه الجلسة، وكذلك الزملاء الطلبة. وأقول لكم في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا تتناول المنظومة الفقهية ومذاهبها الأربعة. لذلك نقول مبدئيا فإن الفقه الإسلامي يعد من أشرف العلوم الشرعية وأعظمها منزلة، لما له من ارتباط وثيق بأعمال المكلفين وعبادتهم ومعاملاتهم، وبه يعرف المسلم ما يجب عليه وما يحرم عليه. وقد احتل الفقه الإسلام مكانة عظيمة في الإسلام، إذ يعرف بأنه العلم بأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي.
وتتجلى أهمية الفقه والإسلام في حياة المسلم في كونه ينظم حياته المختلف ويبين له حقوقه وواجباته ويساعده على أداء عبادته ومعاملاته على الوجه الصحيح، كما يساهم في تحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، ويمكن المسلم من معرفة الحلال والحرام والالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية. ومع مرور الزمن نشأت المذاهب الفقهية الإسلام نتيجة لاجتهاد العلماء في فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأحكام الشرعية منها. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المسلمون يرجعون إليه مباشرة لمعرفة الأحكام الشرعية، وبعد وفاته انتقلت مهمة الاجتهاد إلى الصحابة رضي الله عنهم ثم إلى التابعين ومن بعدهم. ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد الحدايا والنوازي ظهرت مدارس فقهية في مختلف الأمصار الإسلامية، واعتمدت كل مذهب منهجا خاصا في الاستنباط والاجتهاد وفق الأدلة الشرعية. ومن أشهر هذه المذاهب المذهب الحنفي الذي أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان، والمذهب المالكي الذي أسسه الإمام مالك، والمذهب الشافعي الذي أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الأخير الذي أسسه الإمام الحنبل الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل. وقد انتصر هذه المذاهب بين المسلمين بفضل جهود أئمتها وتلاميذهم، وأصبحت مرجعا مهما في بيان الأحكام الشرعية وتنظيم حياة المسلمين الدينية والدنيوية. خطة البحث الذي سنسلكه إن شاء الله لمعالجة البحث لنا 3 مباحث، في كل مبحث مطلبين ما عدا المبحث الثاني له 4 مطالب لوجود مذاهب 4 المتنوعة. المبحث الأول تعريف المنظومة الفقهية. تعد المنظومة الفقهية من أهم مكونات الشريعة الإسلامية، هي البناء المتكامل للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية والأصول الاجتهادية التي تنظم حياة المسلمين، والمستمدة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وسائر الأدلة الشرعية المعتمدة. المطلب الثاني مصادر التشريع الإسلامية. أولا، في المصادر المتفق عليها اتفق العلماء على اعتبار القرآن الكريم والسنة والقياس والإجماع مصادرا أصلية لاستنباط الأحكام الشرعية منها. أولا، القرآن الكريم هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة لرسول الله على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوه. وهو المدون بين دفتر المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختومة بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة وشفاهة جيلا عن جيل، محفوظا من أي تبديل أو تغيير، مصداق قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا، السنة النبوية. السنة في الاصطلاح الشرعي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة الحولية هي أحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام في مختلف الأعراض والمناسبات، مثل قوله لا ضر ولا ضرار، ومثل قوله في الصائمة زكاة، وقوله عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وغير ذلك. والسنة الفعلية هي أفعاله، مثل أدائه الصلوات الخمسة بأدائها بهيئاتها وأركانها، وأداء مناسك الحج وغير ذلك. والسنة التحريرية هي ما أحره رسول صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن رسول نفسه. ثالثا، الإجماع. تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من عصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم شرعية. فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها، سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليل على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقع،
وإنما قيل في التعريف بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم لأنه في حياته رسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع التشريعي وحده، فلا يتصور اختلافه في حكم السعي ولا اختلاف. رابعا القياس عند الأصوليين هو إلحاق واقعا لا نص على حكمها بواقع ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد فيه النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. ثانيا في المصادر المختلف فيها، إن المصادر المختلف فيها كثيرة، وهي في جملتها ترجع إلى المصادر السابقة المتفق عليها، وسوف نلخص أشهر هذه المصادر المختلفة في الاستدلال بها، وهي 6. أولا الاستحسان والمصلحة المرسل والاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا. فجملة الأدلة الشرعية 10، 4 متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها، و6 مختلف في الاستدلال بها. المبحث الثاني المذاهب الفقهية. أولا المذهب الأول المذهب الحنفي، مؤسسه هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوتا الكوفي من أبناء فارس الأحبار، ولد 80 وتوفي 150 رحمه الله. عاصر أوج الدولتين الأموي والعباس. أخذ علمه في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العلماء، وتفقه في مدة 18 عاما بصفته حاسا بحماد ابن أبي سلمان، وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق صاحب المذهب الحنفي. قال الشافعي عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كان تاجر خماس بالكوفة. المطلب الثاني المذهب إمام مالك، والإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، ولد 93 إلى 179، إمام دار الهجرة فقها وحديثا بعد التابعين. كان إماما في الحديث وفي الفقه، وكتابه الموطأ كتاب جليل في الحديث والفقه. وفي الختام يتضح لنا أن المذاهب الفقهية الأربعة وإن اختلفوا في الفروع فإن أصلهم في التشريع واحد، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذا الاختلاف ينحصر في الدلالة الظنية وفي الثبوت الظني كأخبار الآحاد، ولذا فإن منبعه هو تفاوت الأفكار والعقول البشرية في فهم النصوص واستنباط الأحكام وإدراك أسرار الشريعة وعلل الأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبير المتعالي سن النعم الواسعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم تحية لجميع أساتذتنا النبلاء ولجميع الحاضرين والحاضرات. اليوم سوف نقوم أو لقد قمنا ببحث عن موضوع حول الفكر الصوفي نظريا وإجرائيا. يحد الفكر الصوفي أحد أبرز المكونات الروحية والفكرية في الحضارة الإسلامية، إذ يمثل البعد الإحساني في الدين الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وقد نشأ التصوف في بيئة إسلامية خالصة، مستندا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحبرا عن عادة الإنسان إلى التزكية والتطهير الداخلي. ومع تطور الحياة الفكرية في الإسلام، لم يبقى التصوف مجرد سلوك فردي قائم على الزهد والورع، بل تحول إلى منظومة فكرية متكاملة لها أصولها النظرية ومناهجها الإجرائية، فأصبح له تصور قاس للمعرفة ورؤية متميزة للوجود، ومنهج عملي يقوم على المقامات والأحوال والتربية الروحية. وتكمن أهمية هذه الموضوع في كونه يجمع بين بعدين متكاملين: البعد النظري الذي يؤسس لمفاهيم التصوف وقواعده، ثانيا البعد الإجرائي الذي يترجم هذه المفاهيم إلى ممارسة عملية.
وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الآتي: كيف يتكامل الجانب النظري والجانب الإجرائي في الفكر الصوفي ليشكل منظومة متكاملة؟ ويهدف البحث إلى: أولا بيان الإطار النظري للتصوف، ثانيا توضيح منهجية العمل في تربية النفس، ثالثا إبراز العلاقة بين الفكر والسلوك في التربية الصوفية، رابعا تقديم قراءة التحليلية نقدية معاصرة. وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التعليلي مع الاستفادة من المصادر الأصلية في التصوف، وعلى رأسها كتاب إعياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، إضافة إلى كتب أخرى في التراث الصوفي. وقسم البحث إلى 3 مباحث، في كل مبحث 3 مطالب كما يلي: خطة البحث. المبحث الأول الإطار النظري للفكر الصوفي. المطلب الأول مفهوم التصوف ونشأته. المطلب الثاني نظرية المعرفة في التصوف. المطلب الثالث نظرية الوجود والإنسان الكامل. المبحث الثاني الإطار الإجرائي للفكر الصوفي. في المطلب الأول المقامات. المطلب الثاني الأحوال. المطلب الثالث منهج التربية والسلوك الصوفي. المبحث الثالث التكامل والتحليل النقدي. المطلب الأول العلاقات بين النظرية والتطبيق. المطلب الثاني الأثر الحضاري والاجتماعي. المطلب الثالث قراءة النقدية معاشرة. المبحث الأول الإطار النظري للفكر الصوفي. المطلب الأول مفهوم التصوف ونشأته. اختلف العلماء في تعريف التصوف، فقيل هو تصفية القلب من كل ما سوى الله، وقيل هو الالتزام بالأخلاق المحمدية ظاهرا وباطنا، ويرجح أصل الكلمة على الراجح إلى الصوف نسبة إلى لباس السهاد الأوائل. وقد ظهر التصوف في القرن الأول الهجري في سورة السهد والورع، ثم تطور في القرنين الثالث والرابع إلى بناء فكري منظم على يد أعلام مثل الجنيد البغدادي والحارس المعاسبي. المطلب الثاني نظرية معرفة في التصوف. يرى المتصوفة أن المعرفة ليست عقلية فقط، بل قلبية ذوقية، فهم يميزون بين عين اليقين وبين حق اليقين. فالمعرفة الحقيقية تتحقق بالمجاهدة والتذكية لا بمجرد التحصيل النظري. ويؤكد أبو حامد الغزالي أن نور المعرفة يقصفه الله في القلب بعد تطهيره من الشهوات. المطلب الثالث نظرية الوجود والإنسان الكامل. يتناول الفكر الصوفي قضية الوجود من منظور التوحيد عميق، حيث يؤكد أن الله هو الوجود الحق، وكل ما سواه وجوده قائم به. وقد توسع بعض المتصوفة في مفهوم الإنسان الكامل باعتباره النموذج الأكمل لتجلي الصفات الإلهية في حدود البشرية، وهذا التصور لا يفهم إلا في سياقه الرمزي والروحي بعيدا عن التفسيرات الحرفية. المبحث الثالث الإطار الإجرائي للفكر الصوفي. المطلب الأول المقامات. المقامات هي المنازل التي يقطع السالك بإرادته وجهده، مثل الطوى، الزهد، الصبر، التوكل، الرضا، وهي مراحل تربوية تهدف إلى تزكية النفس. المطلب الثاني الأحوال هي إرداء الهيبة يمن الله بها على عبده، مثل المحبة، الخوف، الشوق، الطمأنينة، وهي تختلف عن المقامات لأنها ليست مكتسبة بل موهوبة. المطلب الثالث منهج التربية والسلوك الصوفي. يقوم المنهج الصوفي على الصعبة الصالحة، الذكر أي المجاهدة، المراقبة، وقد أسهم هذا المنهج في تكوين شخصية روحية متوازنة أثرت في المجتمع أخلاقيا. المبحث الثالث التكامل والتحليل النقدي. المطلب الأول العلاقة بين النظرية والتطبيق. لا تنفصل النظرية الصوفية عن التطبيق العملي، وكل مفهوم نظري يجد ترجمته في السلوك.
فالفناء مثلا نتيجة عملية لمقام التوكل والمحبة. المطلب الثاني الأثر الحضاري والاجتماعي. أسهم التصوف في نشر قيم التسامح والإصلاح الاجتماعي، وكان للطرق الصوفية دور في نشر الإسلام في إفريقيا وآسيا عبر التربية والقدوة الحسنة. المطلب الثالث قراءة النقدية. قراءة النقدية معاشرة، ينبغي التمييز بين التصوف الأصيل المرتبط بالكتاب والسنة وبعض الممارسات التي لا تمثل جوهره كما أن إعادة قراءة التراث الصوفي بلغة معاشرة قد تسهم في معالجة الأزمات الروحية في العصر الحديث. القاتمة. خلص البحث إلى أن الفكر الصوفي يمثل منظومة متكاملة تجمع بين التأثير النظري والتطبيق العملي، وأنه أسهم في بناء البعد الروحي للحضارة الإسلامية، كما تبين أن العلاقة بين النظر والإجراء علاقة تكامل عضوي لا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر. ومن ثم فإن دراسة التصوف دراسة علمية متوازنة تفتح آفاقا لفهم أعمق للتراث الإسلامي وإعادة توظيفية في الواقع المعاشرة. ومن هنا سنتوقف، وهذا كل ما لدينا من هذه البحث، ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم، لا أعرف قصدكم، لكني أنا معكم على التشجيع. بخلاصة، الفكر الإسلامي الصوفي ما هو إلا بحث عن الجانب الأخلاقي، فالأخلاقيات لابد أن نعرف دعوها إلى إهمال الجانب الأخلاقي. إذا أردنا تقدما حضاريا لابد أن ننظر إلى أخلاقيات. شكرا لك يا ممجارة على هذه المداخلة القيمة وعلى حسن التشجيع للجمهور. إذن كان هدفنا في هذه المحاضرة أن نتعرف على الامتداد الجغرافي والحضاري للعالم الإسلامي، وكذلك أن نحاول إبراز أهم العلوم الدينية وأعلامها ومجالات اشتغالها، ثم بعد ذلك أن ننظر في طبيعة الخلافات العقدية وكذلك في المذاهب الفقهية، وأخيرا الجانب العملي والنظري للفكر الصوفي. كل هذه لأجل إعادة النظر في تراثنا وكذلك إعادة الفهم لواقعنا. نحن أفهم من واقعنا من غيرنا. شكرا لكم. عندنا طالب واحد فقط اسمه محمد جاي، له دقيقتان، هو في قسم تاريخ والحضارة في السنة الأولى. تفضل.